في سنة 2157 البشرية وصلت لمرحلة عظيمة. خلصت من الحروب والجوع والإرهاب، الأرض رجعت خضرة، والطب بقى متقدم لدرجة إنه بيعالج أي مرض، والسفر للفضاء بقى حاجة عادية. ماكس بيسافر في الكون بمركبته الفضائية وبيتهرب من مكالمات عيلته عشان يرجعوه الكلية. فجأة نيزك بيهبط في المركبة ويدمرها تقريبا، فماكس بيحاول يعمل هبوط اضطراري. للأسف المركبة ما بقتش تسيطر عليها وبتتحطم على أغرب كوكب. ماكس بيقدر يخرج منها قبل ما تنفجر، وده معناه إنه بقى محبوس في المكان الغريب ده. بيبدأ يستكشف المنطقة ويكتشف آثار نار، وبعدها بيلاحظ مخلوق مستخبي قريب منه. ماكس بيحاول يتواصل معاه، بس المخلوق بيجري. فجأة بيظهر جندي اسمه زيف وبيصوب مسدسه على ماكس، بيقول كلام ماكس مش فاهمه. ماكس بيطلع جهاز ترجمة صغير من حزامه وبيحطه في ودانه، فالجندي بيضرب الحزام عشان يوقع الجهاز قبل ما يقبض عليه وياخده على أقرب مدينة. ماكس بيتفرج وهو مصدوم على المدينة اللي شكلها كئيب وغريب، شبه اللي كان بيشوفه في كتب التاريخ عن الأرض زمان. بيودوه على معمل، والعلماء بيلبسوه خوذة على دماغه عشان يشوفوا أفكاره وهم بيستجوبوه، بس لسه مش مصدقين إنه كائن فضائي. فبيقرروا يودوه مستشفى أمراض عقلية في العاصمة، والجندي جاي هو اللي هيوصله. في اللحظة دي كل الناس اللي في المكان بيبدأوا يغنوا النشيد الوطني بحماس وبيوعدوا بالولاء للحكومة، لكن زيف بيقع فجأة وبيجيله تشنجات، فالسلطات بتاخده. في الطريق للمدينة ماكس بيلاحظ الحالة السيئة للمدينة وأبراج عملاقة كل كام ميل. جاي بيشرح له إنها للحماية من الأعداء. فجأة انفجار بيدمر قاعدة برج وبيوقعه على الطريق، والحطام بيموت ناس بتحاول تجري ويدمر معظم الشاحنات. لما عمود معدني ضخم بيخترق شاحنة ماكس، جاي بيتحبس تحت الأنقاض، لكن ماكس بيجري بسرعة وبيطلعه بقوة خارقة قبل ما النيران توصلهم. هنا ماكس بيفهم إن في متمردين بيحاولوا يوقعوا الحكومة، عشان كده محتاجين الأبراج دي. دلوقتي ما قدامهمش غير إنهم يكملوا الرحلة مشي. أول ما بيوصلوا العاصمة، رئيس قسم الأبحاث الخاصة سترايدر بيسمع باللي حصل وبيطلب من موظفه فانك إنه يجيب له ماكس على مكتبه. في نفس الوقت ماكس محبوس في مكان خطير بيحطوه فيه جوه خزان مية عشان يفضلوا يبصوا على دماغه، بس التجارب بتتقطع لما فانك بيجي وبياخد ماكس بإشارة سترايدر رغم اعتراض العلماء. في مبنى الحكومة مدعي الدولة أومينيك بيطلب من موظفه يفضل متابع أي أخبار عن ماكس، وبعدين أومينيك بيلاحظ الوقت وبيستخبى في الحمام عشان تجيله تشنجات لوحده. في نفس اللحظة فانك بياخد ماكس في عربيته وبيلاقي الطريق مسدود، فبيضطر يلاقي طريق جديد. بيبقى متوتر لما بياخد باله من الوقت، وفي اللحظة دي بتبدأ تجيله تشنجات. لما السلطات بتيجي عشان تاخده، كل السكان بيبدأوا يغنوا للحكومة وبيسموا ماكس منحط لأنه مش بيشاركهم. بيستغل ماكس الفوضى وينحب على طول. في مبنى الحكومة بيكتشفوا إن البلد بيحكمها نظام ديكتاتوري تحت سيطرة الآباء المجهولين، اللي منهم سترايك وأومينيك. ولما واحد من الآباء بيغلط، الباقيين بيقتلوه على طول، وده بيوريهم قد إيه هم أساة حتى مع بعض. بينما هو تايه في المدينة، بيوصل ماكس البار وبيقابل نادلة اسمها رادا وبتعجبه على طول. بيشوف زبون تاني بيحاول يضايقها، فماكس بيتدخل على طول. الراجل بيتعصب وبيحاول يضربه بعصايته، بس ماكس بيتحرك بسرعة وبيوقع العصاية من إيده وبيأذيه شوية عشان يخوفه ويمشيه. باقي اليوم ماكس ورادا بيتكلموا كتير. ماكس بيحكي لها عن الأرض والفضاء، وبيكتشف إن رادا أخت جاي وبتعزم ماكس إنه يقعد عندها في البيت. وهما ماشيين، الزبون القديم بيوقفهم عشان ياخد باله وجايب معاه رجالة، بس ماكس برضه أسرع منهم وبيتفادى ضربات السيوف بتاعتهم. بعدين بيضربوه بالإيدي، بس اللكمات بتاعتهم ما بتعملش حاجة في ماكس وبيخلص عليهم في ثواني. بعد كده باقي الشلة بتوصل بأسلحة أكبر، بس مهما كان عددهم ماكس بيقدر يواجههم كلهم في نفس الوقت. فجأة واحد بيمسك رجله بحبل، وبعدين بيحط حبل تاني على رقبته، بس ماكس بيستخدم الأسلحة دي عشان يوقع الأعداء ويكمل ضرب فيهم. في الآخر ما بيفضلش غير الراجل بتاع العصاية، وبيرمي على ماكس كورة صغيرة فيها شفرات، بس ماكس بيتفاداها بسهولة. بعدين في بيت رادا جاي بيوصل وبيتصدم لما بيشوف ماكس، بس بيفتكر إنه أنقذه وبيخليه يقعد معاهم. الأيام بتعدي وماكس بيتعلم كتير عن ثقافتهم، زي إنهم بيذيعوا أفكاره على التلفزيون كأنها فيلم، والناس هناك بيتعلموا إنهم عايشين جوه الكوكب مش على سطحه، وإن مفيش كواكب ولا نجوم تانية. التاريخ بيقول إن الآباء المجهولين هم اللي وقفوا الحرب ضد المتمردين المعروفين باسم المنحطين بالأبراج دي وأنقذوا البلد. جاي بيتشجع جدا وبيقول إنه عايز يدافع عن بلده، وبيعزم ماكس إنه يبقى حارس زيه. وبما إن ماكس ما عندوش هوية ولا ورق رسمي، جاي بيقنع القائد شاشو إنه يقبل ماكس.
لازم الأول يدخل تدريب. فماكس بيتعلم النشيد وبيشترك في مهمات تجريبية لازم فيها يعدي مناطق فيها نار ويضرب على لافتات بتمثل المتمردين. ماكس بيكون شاطر جدا في الضرب، بس زميله مش كده، فماكس بيديله كام نصيحة عشان ينجح في الاختبار. بعدها جاي بيعاتبه في السر وبيقوله ما يعملش كده تاني، لأن القادة بتاعتهم بيحبوا الانضباط. في البيت ماكس بيتمرن جامد وجاي بيسأله في كتاب القوانين عشان يختبر ذاكرته، وأحيانا بيلعبوا قتال. في وقت فراغه ماكس بيخرج مع رادة وفي الآخر بيبوسوا بعض. لما ماكس بيتقابل في الجيش بيشترك في أول غارة ليه على أرض المتمردين. الجنود بيدخلوا المباني بوحشية شديدة، بيستخدموا قنابل وبيضربوا الناس. في الغارة ماكس بيتصدم لما بيكتشف إن المتمردين اللي بيتكلموا عنهم مجرد بشر عاديين ومرعوبين، فبيرمي سلاحه على طول، بينما الباقيين بيقبضوا عليهم. واحد من المتمردين بيخرج من مكانه وبيضرب عليهم بالنار، لكن بيقع بسرعة، وشاشو بيبدأ يضربه بالكفوف للتسلية. بعدها ماكس بيتفرج وهو مصدوم على عشرات البشر العاديين اللي بيتقبض عليهم بوحشية وبيتحشروا في الشاحنات. شاشو بيسأله ليه رمى سلاحه، فماكس بيشرح له إن كلمة منحطين خلته يفتكر إنهم وحوش برية مش مجرد مواطنين غلابة. شاشو بيبدأ يشتم المتمردين وبيقول عليهم زبالة، بس بيعترف إنهم بيحسوا بالألم زي أي حد. هنا ماكس بيكشف سر غريب، بيقوله إن هو نفسه مش بيحس بأي ألم. بعدها الآباء بيحاكموا المتمردين وهم بيسلطوا عليهم أضواء ساطعة وحرارتها عالية. بعض المساجين بينكروا إنهم متمردين، وبعضهم بيشتموا الآباء وبيفضحوا كل الناس اللي قتلوهم. حسب موقف كل سجين، اللي بيقرروا إنهم يشتغلوا شغل يومي واللي بيتقبض عليهم بيتعدموا. واحد من المتمردين بيوريهم دراع ميكانيكية اضطر يركبها بعد ما الحرس قطعوا دراعه. الآباء بيعاقبوه بيحطوه جوه بدلة مليانة غاز بيحرق جلده. ماكس بيتفرج على كل ده وهو بيخبي قرفه. بعدين بيحاول يقول لجاي إن اللي بيحصل ده غلط، بس جاي بيدافع عن حكومته وبيقول إن ده الصح. وبما إن ماكس بقى مكشوف، ففانك بيوصل أخيراً لمكانه. في المسا بيطلب من جاي وماكس يروحوا مكتب شاشو، ولما فانك بيوصل بيتهم بيكونوا خلاص مشيوا. بعد اللي حصل شاشو بيبقى عاوز ماكس يثبت ولاءه. بياخدوا الغابة وبيطلب منه يضرب بالنار على متمردين محكوم عليهم بالإعدام. ماكس بياخد المتمردين بعيد وبيعمل نفسه هيضرب عليهم، بس بيسيبهم يهربوا. بعدين بيواجه شاشو بيقول له إنه بيستقيل. شاشو بيتعصب وبيفتح النار على ماكس من غير ما يسمع توسلات جاي. بعدها شاشو بيسحب جاي معاه للعاصمة وبيسيب جثة ماكس الميتة في الغابة. في نفس الوقت الآباء بيتفقوا على خطط عشان ينهوا هجمات المتمردين، بس أمنياك بيقول إن دي فرصة حلوة يجمعوا كل الحراس في جيش ضخم، وده معناه إنه عاوز حرب أكتر. الباقيين بيعجبهم فكرة غزو شامل، بس لازم يلاقوا طريقة يخلوا الشعب يوافق على بداية الحرب تاني، يمكن عن طريق تدبير محاولة اغتيال مزيفة. في المساء المتمردين في الغابة بيلاقوا ماكس وبيتصدموا لما بيشوفوه لسه عايش، لأن جسمه بيتعافى بسرعة جدا. ماكس بيشرح لهم عن التقنية الصحية للأرض وبيقول إن شعبه ما يعرفش يعني إيه جرح مميت. الطريقة الوحيدة عشان يوقفوه هي بضربة مباشرة في دماغه. في المقابل المتمردين بيشرحوا إن الآباء دول مجرد ديكتاتوريين وصلوا للحكم بالقوة، وإن الأبراج دي مش للحماية، هي بتبعت موجات عشان تغسل دماغ الناس. عشان كده الناس بيجيلهم حالة هستيريا وطنية مرتين في اليوم في نفس الوقت بالظبط. بعض الناس عندهم مناعة ضد الموجات دي، فبيجيلهم تشنجات بدل ما يتأثروا بيها، بس دعاية الحكومة خلتهم يوصفوهم بالمنحطين عشان يقدروا يصطادوهم. في اللحظة دي الأبراج بتبعت الموجات، فالمتمردين بيحطوا عصاية في بقهم عشان ما يبتلعوش لسانهم وهم بيجيلهم التشنجات. في المدينة أومناك بيعمل نفس الحركة في السر. بفضل جسمه بتاع الأرض ماكس مش بيحس بأي ألم، فبيساعد المتمردين إنهم يعدوا المرحلة دي. بعدها ماكس والمتمردين بيقصوا سلك عشان يدخلوا منطقة الأبراج. المتمردين بيفتحوا النار على الجنود والإنذار بيشتغل، لكن ماكس بيجري في المكان من غير ما يخاف من الرصاص وبيوقع أي جندي يجي في طريقه بإيديه. كام واحد من المتمردين بيموتوا والباقي بيستخبى ورا الحيطانة عشان يكملوا ضرب النار. ماكس بيوصل تحت البرج وبيركب فيه قنابل، وبعدين بيجري لبره وهو بيشد حبل متوصل في هدوم كل متمرد عشان يسحبهم معاه، سواء كانوا لسه عايشين ولا لأ. بفضل قوة ماكس المجموعة بتقدر تهرب للغابة قبل ما البرج يقع بسبب الانفجار. للأسف
متمرد تاني بيموت من جروحه، وبيبقى ماكس وراجل واحد بس هما الناجين. بعد فترة ماكس بيرجع للمدينة وبيتقابل مع رادا، بس من غير ما يعرف إن في جار شافه وبلغ السلطات. لما جاي بيوصل البيت بتحصل خناقة بينهم، وجاي بيحاول يطرد ماكس. في اللحظة دي السلطات بتوصل، فماكس بيجري على طول عشان يبعد الخطر عن رادا وجاي. ماكس بيبدأ يضرب الجنود اللي مستنيينه بره، بيتحرك بسرعة وكفاءة، بس للأسف شاشو بياخد رادا كرهينة وما بيبقاش قدام ماكس أي خيار غير إنه يستسلم. بعدها ماكس بيترمى في السجن مع مجموعة من المساجين، منهم زيف والراجل اللي كان عنده دراع ميكانيكية. في نفس الوقت سترايك بيزور أمنيك اللي بيقعدوا على كرسي ضيق بيخلي الضيوف مش مرتاحين كنوع من التعذيب البسيط. بما إن أمنيك مسؤول عن برنامج إعادة التأهيل، سترايك بيطلب منه يفرج عن ماكس عشان يدرسه وبيتفقوا على صفقة. لكن بعد ما سترايك بيمشي، أمنيك بيشوف ملف ماكس وبيعرف إنه مش بيجيله تشنجات. عشان هو كمان عايز القوة دي، أمنيك بيأمر موظفه إنه يخطف ماكس ويخلي الموضوع يبان كأنه اختفى في ظروف غامضة، وكمان يبعت رسالة لسترايك يقول له إن ماكس مات في مهمة. الصبح المساجين بيتبعتوا الغابة عشان ينظفوها، وده معناه إنهم لازم يلموا كل الأسلحة اللي سابتها الحرب. مجموعة ماكس فجأة بتشوف روبوتات دفاعية، فبينزلوا على الأرض على طول أول ما الروبوتات تفتح النار عليهم، وهم بيضربوا في كل اتجاه من غير ما يوقفوا. المساجين بيستنوا اللحظة المناسبة عشان يضربوا عليهم، وواحد ورا التاني بيوقعوا الروبوتات لحد ما يدمروا كلهم. بعد كده المجموعة بتكمل تفتيش المنطقة. زيف بيشرح لماكس حكاية المخلوق اللي شافه لما وصل، بيقول إنهم بشر متحولين وخطيرين ولازم يقتلوهم أول ما يشوفوهم، عشان هم لو ما قتلوش هم هيتقتلوا. بعد ما بيمشوا شوية، زيف بيقع فجأة في حفرة مستخبية، فماكس بينط وراه عشان يساعده. بيكتشفوا سلسلة من الأنفاق تحت الأرض وبيبدأوا يمشوا فيها لحد ما يلاقوا منشاية قديمة مهجورة. بعد ما بيلاحظوا وحش بيستخبى في الضلمة، بيشغلوا النور وبيلاقوا معدات قديمة، وهم بيتفرجوا على كام عدسة بتوريهم الصحراء. الوحش بيستغل الفرصة ويهرب، وماكس بيقول لزيف ما يضربوش بالنار. الاتنين بيتصدموا لما بيلاحظوا عظام بشر على الأرض، والمخلوق بيضرب المعدات عشان يقطع النور قبل ما يهجم عليهم. المخلوق يقدر يمسك زيفير بقوة وبيكون على وشك يعضه، بس ماكس بيبقى أقوى منه وبيحاربه بإيديه. بعد صراع طويل بيوقع المخلوق وبيأذي زيفير في آخر لحظة. بعدها وزيفير نايم، ماكس بيفك الحبال من على المخلوق وبيسيبه يهرب. زيفير بيعاتبه على اللي عمله، بس ماكس بيشرح له إن الكائنات دي مش حيوانات. الصبح ماكس وزيفير بيتقابلوا تاني مع الراجل اللي كان عنده دراع ميكانيكي، وبيكملوا تفتيش في المنطقة. بين الشجر بيلاقوا دبابة حمراء صغيرة محشورة في شجر متسلق، ولما بيحاولوا يقربوا بيتهجم عليهم دبابة سودة بتتحرك بحرية. المجموعة بتجري تستخبى ورا الشجر وبتحاول تضرب عليهم نار، بس طلقاتهم مش بتعمل أي حاجة في الدبابات. لحسن الحظ بتيجي الماكس فكرة، بيضرب على الدبابة الحمراء عشان تتحرك، ولما بتحاول تضرب عليه بتضرب الدبابة السوداء وبتوقعها. بعدها ماكس بيتسحب من تحتها وبيطلع من وراها عشان يتسلق جواها ويقطع الأسلاك عشان يوقفها. بعد ما بياكلوا مع بعض، ماكس بيعلن إنه هيهرب. في إجراءات أمنية على الحدود عشان تمنع المساجين من الهرب، بس ماكس بيدخل جوه الدبابة وبيسوقها في اتجاه الجنوب، والألغام المستخبية بتنفجر حواليه من غير ما تعمل أي ضرر. لما أمنيرك بيعرف إن ماكس هرب بيتعصب جامد في مكتبه. في النهاية ماكس بيلاقي كام جندي بيخرسوا الطريق، وبيتقرف لما بيشوف متمردين محكوم عليهم بالإعدام جنبهم. بيحاول يفضل مستخبي جوه الدبابة، بس القوانين بتفرض إن أي عربية لازم تتفتش. ماكس بيبتسم لما بيشوف إن الجندي اللي بيطلع على الدبابة هو جاي، وبيسحبه جواه على طول قبل ما يكمل طريقه، وهو بيدمر البوابة ومش بيهتم بالجنود التانيين اللي بيضربوا نار لأنهم مش بيقدروا يضروا الدبابة. وهم بيعدوا في الأراضي المجهولة، جاي بيتعصب وبيحاول يهرب، بس ماكس بيخليه جوه الدبابة وبيوعده بحياة أحسن بكتير.